النهارده هنعمل مع بعض النجريسكو الرهيب ده بطريقة مبسطة قوي، مكونات بسيطة جدا. الناس المبتدئين في المطبخ، العرايس الجداد، اعملوا الوصفة دي. اللي عايزة تعمل لنفسها أكلة حلوة تجرب الوصفة دي، مش هتبوظ منها، وفي نفس الوقت مقاديرها بسيطة قوي، طعمها حلو جدا. لو مشينا على الخطوات هنعملها أحلى من المطاعم ألف مرة. وكفاية ان انت عاملاها بايدك وضامنة مكوناتها وضامنة المقادير بتاعتها، ضامنة ان هي هتكون احلى حاجة بنفسك طبعا وبعمايل ايديكي. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الطريقة. بس قبل ما نقول ايه هي الطريقة، حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتوش علشان يوصل لكم كل جديد. نبدأ بأول حاجة وهي المكرونة. النجريسكو معروف ان هي بتتعمل بالسباجيتي. باي نوع مكرونه، انا هستخدم كيس واحد من المكرونه. سلقنا مع بعض كتير قوي مكرونه قبل كده وهنسلقها كمان مره للي ما يعرفش. انتوا طبعا عارفين طريقتي في سلق المكرونه. معايا هنا ميه مغليه، حطيت فيها نص معلقه ملح، حطيت فيها معلقه زيت، وبعدين بضيف الاسباجيتي وبفرقها عن بعض زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه شكلها كده ملخبط علشان ما تمسكش في بعضها وما نعرفش نفكها من بعض. بتغلي غلوة واحدة او غلوتين، دقيقتين اتنين بس، وبعدين بطفي عليها. طفيت عليها وسبتها في المية بتاعتها، وبعدين بغطي عليها وبسيبها حوالي نص ساعة. ده كان شكلها بعد ما النص ساعة عدت. شايفين استوت ازاي؟ على فكرة كانت لسه المية فيها. تعالوا بقى نعمل البشاميل. المكونات 4 معالق من الدقيق، و4 معالق سمنة على زيت او زبدة على زيت، ومعايا هنا لتر من الحليب المغلي الدافي. معايا كمان التوابل، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، بشرة جوز الطيب، مرقة دجاج، واحدة من ورق اللورا. تعالوا نروح على البوتاجاز بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة ضفتها السمنة، حطيتها في الحلة كده زي ما انتوا شايفين وبقلبها لحد ما تسيح. بعدين بنزل عليها بالدقيق وبقلب بالمضرب لحد ما اشم ريحة الدقيق. ما بستناش عليه كتير علشان ما يتحرقش مني او يغير لون البشاميل. بقلب كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين بضيف اللبن واحدة واحدة. اللبن يا جماعة بيكون دافي اهو زي ما انتوا شايفين. واحدة بقلب مرة وبقلب وبعدين مرة تانية وبقلب لحد ما يتكون معايا صوص سميك وما يكونش فيه اي تكتلات. لما بلاحظ ان هو بدأ يدخل على الغليان، ببدأ اضيف التوابل بتاعتي، ورقة الغار او اللورة، وبضيف الملح والفلفل الاسود. طبعا الملح على حسب ذوقكم، على حسب انتوا بتحبوه ازاي. مرقة الدجاج وبشرة جوز الطيب. بقلب المكونات كده زي ما انتوا شايفين، ومش بسيبه علشان يتقل خالص، لازم بيكون خفيف شوية علشان هو لسه لما يختلط بباقي المكونات يكون دايب كده ويكون خفيف. حطيت كمان معلقة من القشطة، وممكن تضيفوا معلقة كمان من الجبنة الكريمي، بس انا ديت ما بستلطفهاش يعني في البشاميل. انتوا لو حابين تضيفوها ضيفوها. تمام. بقلب كده لحد ما الصوص بيبدأ يتقل. زي ما قلت لكم ما تخلوش يتقل منكم علشان النجريسكو بيحب الصوص يكون خفيف شوية. انا استكفيت بالقوام ده زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى هصطاد ورقة اللورة اللي انا حطيتها وبس. تعالوا نشوف بقى الخضار هنعمل ايه. معايا هنا 3 بصلات صغيرين زي ما انتوا شايفين كده، بقطعهم القطع اللي تحبوها، يعني مش تقطيعة معينة، ممكن تقطعه كبير تقطعه صغير عادي. معايا كمان فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل حامي. دي المكونات اللي هنحطها في ايه، في الفراخ مع الفراخ. شايفين مكونات قد ايه؟ ما شاء الله كتير. ومعايا كمان طماطمية حلوة كده متوسطة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كده معايا فلفل اخضر واحمر وبصل وفلفل حامي وطماطم. تعالوا بقى نروح على الفراخ نشوف هنعمل فيها ايه. معايا هنا صدرين دجاج متقطعين كده قطع زي تقطيعة الشاورما اهي زي ما انتوا شايفين، مكعبات يعني. ومعايا كمان التوابل دي، جنزبيل وسماق وملح وبابريكا وفلفل اسود وكركم.
دي التوابل بتاعة تسوية الفراخ. تعالوا نروح على البوتاجاز بقى نشوف هنعمل ايه. معايا هنا طاسة سخنة فيها شوية زيت، حوالي 3 معالق من الزيت. ضفت عليها الفراخ وبقلبها لحد ما تكون نص سوا. هضيف عليها التوابل وبستمر في التقليب. يا سلام لو كنتوا معايا في المرحلة دي وشامين الريحة، بجد كانت تحفة. الفراخ مع التوابل كانت ريحتها جايبة لاخر الدنيا. برفع الفراخ بقى من على النار، بصفي الفراخ من الزيت وبشتلها في طبق كده زي ما انتم شايفين. مالكوش دعوة خالص بالبوتاجاز اللي اتبهدل ده، انا بخلص وبعدين بقوم منضفة البوتاجاز بقى. بنزل في الزيت ده بشوية البصل اللي انا قطعتهم، اللي انا مقطعاهم مكعبات، وبقلبهم لحد ما يتبلوا. بعدين هنزل عليهم بالفلفل الاخضر، وبعدين هنزل بالطماطم. شايفين ما شاء الله الكمية قد ايه؟ بس طبعا الكمية دي هتقل خالص لما السوائل بتاعتها تنشف. هضيف معايا هنا اضافة كمان، دي بسلة خضرة متفرزة وجزر. انتوا لو حابين تضيفوا اي خضار بتحبوه في المرحلة دي ضيفوه، ان جريسكو بيقبل اي خضار يا جماعة. وبقلب كده زي ما انتم شايفين. في المرحلة دي بتكون النار هادية علشان السوائل اللي في الخضار وفي الفراخ تنزل. نسيت اقول لكم ان انا ضفت الفراخ بقى معاهم، وهنا الريحة بتكون تجنن. خلاص كده بيكونوا جاهزين. تعالوا بقى نشوف اعداد الصينية هيكون ازاي. شايفين كمية الفراخ قد ايه؟ ومعايا المكرونة اهي صفتها، والبشاميل اللي لسه عاملينه حالا. بحط طبقة كده من البشاميل زي ما انتم شايفين، وبعدين بحط نص كمية المكرونة الاسباجيتي، واحط شوية من البشاميل كمان، وببدأ اضيف بقى ايه الفراخ. انا بحب تبقى طبقة كبيرة كده في النص. بصراحة كان الطعم رهيب. بغطي بقى بطبقة من البشاميل كده، ورشة من الجبنة الموتزاريلا زي ما انتم شايفين كده. بجد لازم تجربوا الصينية دي وتقولوا رأيكم تحت في الكومنتات. وبزين كده بشوية فلفل اخضر واحمر، وبدخلها فرن درجة حرارة عالية في الرف اللي تحت المتوسط لحد ما توصل للون ده زي ما انتم شايفين كده، تحت الرف اللي تحت اللي في النص. وبعدين باخد تشميعة من فوق بالشواية كده زي ما انتم شايفين طبعا المنظر بيتكلم على نفسه. متخيلين طعم الفراخ مع البشاميل مع المكرونة مع الخليط اللي احنا عملناه ده؟ بجد ولا اروع من كده، تحفة بجد وتستاهل التجربة. جربوها، طلعوا صدر فرختين واعملوها بقى بكرة ان شاء الله. مكونات بسيطة جدا، بقول لكم مع 2 كنزاية كده علشان تهضم. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش كمان في دعوة حلوة بظهر الغيب، وبشكركم على دعمكم ليا وعلى الكومنتات الحلوة. هسيب لكم كومنت حلو بقى علشان تشوفوه. انا كنت هضيف كومنت واحد بس بصراحة كلهم احلى من بعض. تسلمولي، ربنا يخليكم ليا. ما تنسوش تجربوا النجرسكو وتقولوا لي رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.